السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. وصفتنا النهاردة ان شاء الله مع بعض حاجة كده اسمها أكلة هندي. هي أكلة هندي اسمها الصالونة الهندي. الأكلة ديت أنا اتعلمتها في السعودية صراحة، أما كنت عايشة هناك. وكنا دايما نعملها في الخروجات أو احنا طالعين على الكورنيش، أو طالعين يعني حج أو عمرة، أي رحلة عامة يعني. فكانت بتبقى يعني حاجة مختصرة كده، وفي نفس الوقت لذيذة وطعمة وفعلا تحفة تحفة. يعني طعمها رائع، يعني تغيير غير الفراخ المسلوقة أو صينية البطاطس أو فالوصفة بتاعتنا النهاردة روعة. أما تجربيها إن شاء الله هتعمليها على طول وهتعتمديها. ويلا بينا على المقادير وطريقة العمل. وقبل ما نبدأ إن شاء الله نسمي ونقول بسم الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. ويا ريت لو تدعموني بلايك او اشتراك في القناة. وهنقول بسم الله ونبدأ. محتاجين معانا انا بصراحة عاملة فرخة ونص، يعني خدت صدر وفرخة كاملة. قطعتهم مكعبات صغيرة كده وغسلناهم بالليمون والملح والخل وسبناها تصفي. ومعانا صينية كبيرة حجم كبير، حطيت فيها حوالي 4 معالق كبار سمنة ومعلقتين زيت، عشان وانا بشوح الفراخ كده لازم يعني الدسم بتاعها يبقى كتير شوية. بس انزلي ادي يعني بنسخن السمنة والصينية بتاعتنا كويس او الطاسة كويس اوي، نحميها يعني على النار كده، بس عشان اول ما انزل بالفراخ عليها تاخد صدمة كده، متطلعش مية كتير. بس بنزل بالفراخ بقى واديها الصدمة ديت واسيبها لحد المية بتاعتها ما تنشف. وكل شويه اقلبها لحد ما تبدا لونها يبقى اللون الذهبي زي ما احنا شايفين كده. بس الميه بتاعتها نشفت، ابدا انزل بقى بكميه بصل. انا عامله حوالي نص كيلو بصل او كيلو وربع تقريبا كده، يعني انا 6 بصلات كبار قطعتهم شرايح وقلبتهم وشوحتهم مع الفراخ بعد ما اصفر لونها بالشكل ده. نزلت بقى بمعلقة توم مفرومة مع 4 حبات فلفل حار كده مع 3 قرون فلفل متقطع و3 حبات فلفل حار كده. يعني لو انت حباها حراقة حط نفس الأحمر ده شطة حراقة شطة هنا. فهي بتكون جميلة جدا لما بيكون فيها نسبة من الحرقية، يعني لازم تبقى حارة شوية. معانا هنا كيلو طماطم قطعته زي السلطة كده مكعبات صغيرة، بنزل بيه بقى مع الفلفل والتوابل دي كلها او الحاجات دي كلها اللي انا حاطينها، ثوم، فلفل اخضر، شطة، البصل. كده المكونات بتاعتها اللي بنزل بيها على الفراخ بعد ما الفراخ والبصل يتشوحوا مع بعض. بس بفضل يعني ما بقلبهاش كتير، هي كده الطماطم هتديها المية بتاعتها اللي هي محتاجاها. بس بحط لها التوابل بقى معلقتين او معلقة ونص ملح كبيرة، معلقة فلفل صغيرة ومعلقة كمون ومعلقة بهارات كبيرة، عشان هي الصالونة الهند ديت بتبقى معتمدة على كمية البهارات شوية، يعني بتبقى البهارات كتيرة فيها شوية. بهارات بقى مشكلة أي بهارات عندك تحطيها، هي بتحب البهارات الخفيفة. بقلبها واسيبها، وبعد بتاخد وتدي مع الطماطم كده والبصل. وبعدين اول ما الاقي الميه بتاعتها هتبدا تنشف ازودها كوبايه ميه واحده بس، وهديلها النار واسيبها بقى تكمل السوا بتاعها كده بقى احنا الوصفه بتاعتنا تعتبر انتهينا من الطبخ بتاعها كده خلصت. احنا بس خلاص بقى بنسيبها ونهديلها النار ونسيبها تطيب لحد ما تاخد السوا بتاعها الكامل، مش بتغيب يعني نص ساعه بس بتكون استوت ان شاء الله. احنا اثناء ما هي تستوي بقى احنا هنبدأ نحفظ مع بعض ان شاء الله سلسلة الأربعين النووي. هناخد كل مرة حديث كل مرة حديث، واللي هيحفظ معانا يكتب لي تحت في الكومنتات بالله عليكم. يعني اللي يمشي معايا يكتب لي اول حديث معانا. احنا لازم ان احنا نعمل لدنيتنا ولاخرتنا. عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فاحنا اللي لازم كل حاجة ان شاء الله نيجي نعملها لازم نحدد نيتنا بالظبط في كل عمل هنعمله، لله ورسوله او للدنيا ومتاع الدنيا. ده اول حديث، وان شاء الله نحفظوه كلنا سوا مع بعض. ودي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك وشير، ويا ريت تشتركوا في القناة وتدعموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.